يا برج الحوت، في شهر أكتوبر 2025 الكون كله بيقولك خلصت الدروس، يلا بقى ده وقت المكافأة. دلوقتي يا برج الحوت مش كل حد بيرجع لك بيستاهل ان هو تدخله تاني في حياتك. خلي بالك دلوقتي خلاص خلصنا وقت الدروس، ودلوقتي وقت المكافأة. المكافأة بتاعت برج الحوت في حلم هيجيلك او في لقاء روحاني هتقضيه مع حد عنده روحانيات عالية جدا، هيرشدك لطريقك الجديد والخطوات الجاية اللي هتعملها يا برج الحوت. عندك فرصة رزق أو حب صادق جديد إن شاء الله بتدخل حياتك وبتتعرض عليك يا برج الحوت. اتبع دايما إحساسك وما تركزش مع الإشارات. يعني لما تشوف إشارات ممكن قوي الإشارات دي تكون يعني زي مثلا حد يحط ستوري بتاع حاجات من دي إشارة، ما تنتبه لهاش خالص او تعتبر انها تاخدها على المحمل الجدي. يا ريت انك انت تركز وتاخد احساسك، يعني تصدق احساسك. ماشي، يلا بينا نشوف رسالة من الملائكة قبل ما نفتح ونشوف طاقتك ايه يا حبيبي يا اللي بتسمعني يا برج الحوت. اتعلم. الرسالة بتقولك اتعلم اتعلم، علشان احنا بنفضل نتعلم لغاية ما نموت يا برج الحوت. وبتقولك كمان حاول انك انت تتخلص من الحاجات القديمة اللي هي لازقة فيك، او اللي هي نفس العادات القديمة، نفس التفكير القديم، نفس الحاجات اللي انت مكونها او الافكار عن شخص معين في حياتك. حاول انك انت تتخلص منها، ولان دي بتسحب من طاقتك وبتخليك ما تعرفش تفكر وتبص لقدام وتتخطى. تمام. في حد بيقول لك بقى الوقت ده وقت ان انا عايز استشفى فيه واخد بريك. وبيقول لك كمان ان مجرد قربه منك يا برج الحوت بيحسسه بالسعادة. بتعلي استحقاقك جامد جدا في شهر اكتوبر، وبتعلي يعني بتهتم بنفسك جامد جدا، وبتبدا انك انت تلعب جيمز استراتيجيه. بتبدا انك انت تكتك كده لحاجه، ممكن تكون مشروع، ممكن تكون علاقه، ممكن تكون مذاكره، مش عارفه، حاجه جديده انت عمال تتكتك لها وتستخدم فيها استراتيجيات. يلا بينا نشوف طاقتك ايه يا حبيبي يلي بتسمعني يا برج الحوت يا جميل. اكتبوا لي يا شباب في الكومنتات، سيبوا لي وقولوا لي في الكومنتات بتنطبق عليك القراءة بنسبة قد ايه، واكتبوا لي بتسمعوني منين يا شباب، بتشوفوا الفيديو ده منين. طيب انت دلوقتي بتحاول تجذب حاجة جميلة جدا ليك، شغال على حاجة عمال تفكر فيها زي ما قلنا وتحسب ليها، وحاجة جميلة هي بداية جديدة وانت عمال بتتكتك لها. تمام. في نفس الوقت بتفكر انك انت ترحل من علاقة وتكمل في علاقة اكتشفت فيها خيانة، بتقرر انك انت تسيبها تماما وبترجع لعلاقة ربما يكون هو نفس حبيبك اللي انت اكتشفت معاه الخيانة، بس هي كانت علاقة ثلاثية. انا معرفش اذا انت كنت عارف من الاول انها علاقة ثلاثية ولا لأ. علاقة ثلاثية يعني ايه؟ عشان محدش يدخل يكتب لي في الكومنتات. علاقة ثلاثية يعني في طرف ثالث معاكم انتوا الاتنين، يعني هو متجوز انت متجوز، ده تفسيرها هنا. تمام. بيقول لك ان في بداية جديدة وفي حب كبير جدا بتعيشه في شهر اكتوبر لاخر شهر نوفمبر 2025 يا برج الحوت، بعد الوجع والألم او الصدمة اللي انت بتاخدها. يعني انا شايفة دلوقتي قدامي حبيبين، واحد اتعرضت معاه لخيانه، سابك ومشي، او انت اللي سبته ومشيت لما اكتشفت الخيانه. واحد تاني بيرجع وبتعيش معاه اوقات حب وبدايه جديده. ربما انت يكون عندك هو نفس الواحد اللي حصل معاه كده، وربما يكونوا اتنين، انا مش عارفه، بس اللي انا شايفاه قدامي ان هو واحد بصراحه. طيب بيقول لك ايه بقى حبيبك اللي انت بتفتح عليه قراءه دلوقتي ده؟ بيقول لك ان حياته مش زي ما هي باينه
قدامك دلوقتي يا برج الحوت. هل يا برج الحوت انت بتبدأ بيزنس جديد او بتبدأ حاجة جديدة؟ قولوا لي برضو يا شباب، عشان انت عندك طاقة حظ عالية جدا في شهر اكتوبر 2025. بيقول لك ان هو بيصحى بالليل يفكر فيك كتير قوي، وبيقول لك ان هو غير متاح، وبيقول لك كمان we both know I'm not the one for you. بيقول لك ان هو طبعا بيقول لك ان هو مش هو المناسب ليك، وبيقول لك ان الوقت ما كانش مناسب لينا. انا ما اعرفش برضو، قولي لو هو نفس الشخص ولا حد تاني غيره. ماشي، يعني شكله حد متخلف عنده انفصام في الشخصية. بيقول لك الصبر، الملائكة بيقولوا لك الصبر، اصبر يا برج الحوت. وبيقولوا لك كمان حاول انك انت تاخد بريك وتلعب، يعني العب، اعمل الاستراتيجيات بتاعتك او العب لعبة انت تكون بتحبها. وبيقول لك انك انت طول ما انت مركز وطول ما انت راسي خالص كده، حاول انك انت ما تعملش اوفر كنترول على حبيبك عشان ما تطفشوش منك يا برج الحوت. يعني حاول انك انت تسيبه شوية، ما تقعدش فوق دماغه يعني كل شوية وبتراقبه وحاجات كده. الغيرة، امور الغيرة بتبوظ العلاقات يا شباب. يلا بينا نشوف طاقة حبيبك ايه يا حبيبي يا اللي بتسمعني. لا، في فراق، يعني في حبيب سابك، في فراق واضح جدا قدامي، وفي علاقة تانية. يعني لا، يعني واضح 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 وضوح الشمس. تمام. دلوقتي انت حبيبك ده بيحاول يجذبك تاني وعمال يقول لك حسابك تقل، وبيقول الحمد لله الموضوع خلص على قد كده. وبعد ما انتوا سبتوا بعض بيفكر في بداية جديدة، وبيفكر ان هو يفاجئك ببيت جديد او بحاجة جديدة او بخبر جديد بخصوص شغل او حاجة جديدة هو عملها، لان هو عنده حب كبير جدا جدا في قلبه ليك. وبيقول لك كمان ان هو محتاج ان هو هيكلمك وهيقول لك كلام حب جميل جدا وهيسمعك كلام حلو يا برج الحوت. ده حبيبك اللي انت فاتح عليه القراءة بيقول لك كده. بيقول لك انا بدأت افهم طبيعة العلاقة اللي ما بيننا، وبيقول لك احنا محتاجين نسيب بعضينا شوية، وبيقول لك ان احنا هنبقى مع بعض تاني. وبيقول لك كمان انك انت اكتر حد قرب منه يا برج الحوت. هل هو مسافر مثلا يا شباب وراجع؟ هل هو مثلا بيجرب حظه في بلد تانية وراجع؟ قولوا لي برضو في الكومنتات، لان انا شايفة واحد مشي وراجع. تمام. بيقول لك ان هو عارف ان هو تسبب لك في آلام كبيرة جدا يا برج الحوت. الملائكة بيقولوا لك حافظ على سلامك الداخلي، حاول انك انت تحافظ على سلامك الداخلي وهدوء اعصابك. انا طبعا عارفة ومقدرة ان اللي حصل ده في حد قدامي هنا، يعني بعد الشر عليكم بعد الشر عليكم. الصدمة كانت قوية، صح ولا لا؟ اكتبوا لي برضو في الكومنتات. بيقول لك انك انت محتاج جدا انك انت تسمع كلام حب، وبيقول لك ان حبيبك هيكلمك وان هو مستني منك رسالة او تليفون او ايميل او تبعت تكست او اي حاجة من النوع ده. بيقول لك ان حبيبك مستنيك تعمل حاجة من النوع ده. انت طبعا دلوقتي داخل في طاقة استشفاء، بتحاول انك انت تتخطى، حاسس بتقل جامد جدا في طاقتك، وجع جامد جدا. بتقول الحمد لله ان حصل لي كده، كان هيعمل فيا وهيعمل الحمد لله. حاولت عملت اللي اقدر عليه، بس بتحاول انك انت تبسط نفسك بحاجة جديدة بتجيبها لنفسك. وانا مش عارفة، انا شايفة في الطاقة برضو انك انت بتفكر تجيب عربية جديدة او انت لسه جايب عربية جديدة، والحاجة دي هي دي اللي بسطاك مش حاجة تانية. هو ده اللي بسطك، وبتحاول تلهي نفسك في حاجة حلوة تجيبها لنفسك. الملايكة بيقولوا لك يا برج الحوت دايما ابتسم، علشان الابتسامة بتحل مشاكل كتير. حبيبك حاسس بوحدة جامدة جدا، عارف ان انت كنت السعادة وانت الوحيد اللي بيقضي معاه سعادة. حاطط في باله وعارف زي ما قالك هنا ريونيون، او ان انتوا راجعين تاني، علشان هو عايز يشتغل على العلاقة برغم اللي حصل ده
في العلاقة. بس فبيقولك ان هو يا برج الحوت حاسس بالوحدة جامد جدا، بيفتكر الاوقات الحلوة اللي انتوا كنتوا قضيتوها سوا، منتظر والانتظار خلاص ما بقاش قادر، هيكلمك وهيكون في لقاء وهيكون في احتفال بالرجوع، ولان هو مش قادر على البعد. قولوا لي برضو يا برج الحوت، قولوا لي يا شباب، في مشكلة حصلت مع حبيبك؟ طيب لو في مشكلة حاصلة مع حبيبك دلوقتي أو بتحصل مع حبيبك دلوقتي، اعرف إن مفيش انفصال في العلاقة، والعلاقة مكملة وحبيبك بيرجع. تمام؟ يلا بينا يا شباب نسأل 3 أسئلة. برج الحوت يحط في باله 3 أسئلة. أول حاجة هنسأل هل في رجوع ولا مفيش رجوع؟ يلا بينا. هل في رجوع ولا مفيش رجوع لحبيبك يا برج الحوت من هنا لغاية آخر شهر نوفمبر 2025؟ ولا لأ؟ لأ للأسف. طب يلا ناخد كارت تاني نشوف ولا لأ. خلينا نكمل. والله انتوا الاتنين مستحلفين لبعض، بس انتوا الاتنين بتفكروا في بداية جديدة، وان شاء الله يكون في بداية جديدة، بس مش هتكون قريبة، يعني مش في خلال اليومين اللي جايين دول، ممكن تكون في نوفمبر. طيب لو انت سنجل او شايف نفسك سنجل، هل بتقابل حد جديد في شهر في شهر اكتوبر 2025 ولا لا؟ بتقابل حد جديد في مشكلة، في خناقة، في موقف، في حاجة بتعملوها سوا. يعني بتحس كده، بتحس انك انت جريء، بيحتار في امرك، وبعدين بتقضوا وقت جميل جدا سوا، او بيطلب منك ان انتوا تخرجوا لوحديكوا يا برج الحوت. تمام. طيب حط سؤال في عقلك وبالك، اي سؤال في عقلك وبالك، ونشوف اجابته ولا لا يا برج الحوت. يلا بينا. لأ دلوقتي لأ خالص، يعني احتمال كمان شوية. شكرا يا برج الحوت ونورتوني، شكرا يا حبيب قلبي.